إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. وبعد أيها الحفل الكريم عن الأم وحول الأم، عن الأم في القرآن كلمة يلقيها الابن العزيز الأستاذ محمد سعد الشريف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذا اليوم الطيب الميمون الأغر، يوم الجمعة أفضل أيام الدنيا، فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة، ولن تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. اجتمعنا على الخير، دائما ما نجتمع في هذا المكان إلا على الخير. اجتمعنا لنحتفل بأفضل اسم في الدنيا، ألا وهي الأم. الأم، لو تخيلنا لفظ الأم ما فيه من السهولة اللغوية قبل أن نعرف المعنى الوجداني والمعنى النفسي والمعنى الروحاني للأم. الأم هي السبب الأول والمباشر للشكر وللفضل بعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلنا يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إليه رجل وقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. كرر الأم 3 مرات ليذكرك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضل الأم وبما عانته الأم من مشقة ومن متاعب أثناء الحمل. هذا هو عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، يجد رجلا يحمل أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة، فيقول له: يا أمير المؤمنين، هل أديت حق أمي؟ قال له: لا، لم تؤد ما فعلت ولو بطلقة واحدة أثناء الولادة. هذا الرجل يحمل أمه ويطوف حول الكعبة في هذا الجو المحرق ولم يؤدي حقا من حقوق أمه حتى ولو بطلقة واحدة أثناء الولادة. ألم تعلم أن الله عز وجل قرن عبادته في أكثر آية من آي القرآن الكريم بالوالدين؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ففضل الأم وفضل الوالدين أول بوابة لدخولك الجنة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأم. إذا أردت أن تدخل الجنة فالجنة تحت قدمي أمك.